من أرض الحضارة، من مهد التاريخ، من بين رمال الأهرامات التي شهدت ميلاد الإنسانية. تنطلق اليوم مراكب الشمس تحمل على أجنحتها 25 فناناً من شتى بقاع الأرض، جاءوا إلى مصر أرض الجمال والنور ليرسموا بألوانهم قصة. هنا لغة مصر. الفن لغة يفهمها الجميع، هي لغة عابرة للقارات، تتخطى الحواجز، تتخطى السدود، يفهمها الإنسان دون الحاجة إلى مترجم. وإحنا في جاليري حول العالم بنعبر كل الحواجز، نتخطى كل الحدود، بنخاطب النفس ونخاطب الروح ونستمتع معا بجاليري حول العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد رمزي، فنان تشكيلي مصري، عضو نقابة فنون تشكيلية وعضو أتيليه القاهرة، وبمارس العمل الفني من سنة 89 إلى الآن، يعني إلى 2026. عملت حوالي 5 معارض مهمة يعني خاصة ليا، وعملت معارض، شاركت في معارض جماعية من 89 إلى 26 إلى سنة 2026. تجربتي كلها بتتكلم عن الهوية المصرية أو الهوية العربية بالنسبة يعني كريف، كنوبة. عندنا التراث المصري غني، في كل منطقة تلاقينا لنا شكل مختلف تماما. يعني ممكن في سيوة تلاقي شكل وتراث ورموز وعناصر تشكيلية جميلة جدا وغنية جدا، غير اللي هو العنصر الأساسي ان احنا هويتنا اللي هي الفرعونية. لا، يعني انت ما تيجي تشوف في هوية في الريف المصري، يعني في البحيرة هتلاقي الزي مختلف تماما عن سيوة. تروح سينا هتلاقي الزي، وفي التراث في عاداتهم وحياتهم مختلفة تماما عن سيوة. يعني احنا عندنا ثراء من ناحية العناصر التشكيلية والتراث، تراث غني جدا. يعني بالنسبة للفنان ما يتعبش، ممكن يروح سيوة يعمل معرض كامل عن الهوية فيها. مصر غنية جدا برموزها التشكيلية. أنا التجربة الأخيرة عن النوبة، عن بلاد الذهب، عن البنت النوبية الحلوة اللي ساعة ما بتيجي تفرح لأختها وهي في العرس، لبسهم وزيهم وعاداتهم والتقاليد بتاعتهم. أحس البنت النوبية أو الإنسان النوبي واخد من الطبيعة بتاعته، يعني واخد من شكل الطبيعة، واخد من الروح بتاعة المية، من الشجر، من الحجر، من السماء، مربوطة ببعض. ولذلك تلاقي فيها طيبة وعفوية وبساطة، حتى بساطتهم. ولما بيجي يرسموا المثلثات بتاعتهم على جدران البيوت بتاعتهم، شيء جميل وبسيط وراقي في حد ذاته. تعاملهم بطريقة زي الطيور، ما عندهمش مشاكل زي ما احنا مثلا في المدن اللي هي مزدحمة ومقدسة بالعربيات هناك تروح ترتاح نفسيا مع الناس دي. بالنسبة بقى لتجربتي في سيمبوزيوم مراكب الشمس،
انا حسيت التجربه دي دخلتني لاحمد رمزي. يعني انا ما كنتش حاسس. طبعا انا 18 سنه خارج مصر وحاسس بغربه، حتى لما باجي ارجع الشهرين بتوعي بحس ان انا مش معروف. السيمبوزيوم اللي انا فيه حاليا انا مش عايز امشي ومش عايز اروح. سيمبوزيوم مراكب الشمس، الدورة السادس تقريبا، دي أول تجربة ليا. أنا حاسس إن أنا في وسط أهلي. تعامل ما شاء الله بالنسبة للجروب بتاع مراكب الشمس، وعلى رأسهم الأستاذ إسماعيل بكر. ده أنا بكل التحية على المجهودات وعلى يعني الشيء الرائع، شيء عالمي. إخراج من ناحية الشغل اللي هو مسويه في السيمبوزيوم والتنظيم لا، انا بتعامل كاني يعني في دوله زي امريكا وكان بافضل كمان. فانا سعيد جدا ان انا في مراكب الشمس السنه دي، ويا رب تتكرر تاني. قناة الصعيد، قناة مصر السابعة. على هامش المعرض النهائي الدولي لمراكب الشمس في دورته السادسة كان لنا هذا اللقاء مع الفنان أحمد رمزي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فندم. أستاذ أحمد، قول لي رحلتك الفنية ابتدت إمتى وفين وإزاي؟ ليك كم سنة فن في حياتك؟ أنا تقريبا في الفن من 35 سنة. أنا مغرم فن مش كلام، يعني هو بعتبره رسالة ودي حياتي أصلا. ازاي بدأت القصة؟ خلينا كده نقول لمشاهدينا بداية القصة كانت امتى وفين؟ والله وانا صغير في القرية عندي خلاني وانا كنت برسم البيئة الريفية كتير، لان احنا البيت قريب من المزارع والخضرة والناس الطيبة، فبقيت ارسم الحاجات دي بسهولة واتعايش معاها. كان عمرك قد ايه وقتها؟ يعني لا يزيد عن 11 سنة 10 سنين في الفترة دي. يعني كنت برسم الأشياء، يعني كنت برسم لايف على طول وأنا صغير، يعني مش مين أول حد في العيلة بقى لاحظ الموهبة؟ مين قال لك لا أنت هتبقى فنان، أنت رسمتك دي مش عادية، دي موهبة دي؟ كان جدي عبد الرحيم الله يرحمه. كان جدي عبد الرحيم عطا. ده كان يحب يشجع اي حد في العيله، فكان لما يشوف موهبه فهو عرف على طول. اول واحد لفت نظرك انك ممكن تبقى فنان؟ هو وقال لي كمل. كان يساعدني جدا بطريقته ويشجعني ويشد عليا لازم تكون فنان وكان يجيب صحابه عشان يجوا يشوفوا ان انا كنت اشخبط في الجدران عندنا في البيت، فكان يجيب صحابي ويقول لهم بصوا شوفوا ابنه. فكان فخور بقى، يعني بيتباهى بالرسومات بتاعتك. طيب كملت المسيرة ازاي؟ فضلت ترسم كهاوي ولا دخلت درست صقلت الموهبة؟ درست دراسات حرة في كلية الفنون فنون اسكندرية. أثقلت الموهبة. الدراسة لازم، ما ينفعش الموهبة وإلا هتكون في شيء ناقص، يعني لأن الدراسة مهمة والتأسيس وعملية إنك أنت تكون محترف لازم يكون عندك تأسيس قوي عشان تعرف تجرد أو عشان تعرف تعمل اللوحة المعاصرة اللي هي موجودة حاليا، اللي بيسموها اللغة البصرية عامة أو الحداثة في الفن. لما درست تأسيس قوي، بنية أساسية قوية جدا. لكن دراستك التانية يعني درست فنون بصورة حرة؟ هو الفن أنا بعتبره هو الحياة، وممكن علاج ليا في كل حاجة. هل الفن حاليا بتمارسه كهواية ولا كاحتراف؟ لا، احتراف. هو احتراف، وأنا مش عايز أقول مصدر رزقي، أنا بعتبره هو رسالة وكل حياتي. أنا بيتي من الفن. طيب بتحلم بايه؟ ايه اللي عايز تحققه لسه ما حققتوش؟
هو انا كنت بحلم اكون فنان تشكيلي، الحمد لله دي كانت يعني اقصى حققت الحلم. اقصى حاجه عايزها. والحاجه التانية بس ان انا يعني بتمنى لاولادي كل الخير والتوفيق واللي هم بيتمنوه. اعتبر انا كأن انا اللي كملت يعني اللي انا كنت عايزه لقيته. والحمد لله بأسعى ان انا اطلع من تجربة اخش في تجربة واتعايش مع الفنانين. المسألة هي مش سباق يعني كفنان ده كذا، ولا كل واحد ليه التيمة بتاعته وليه شكله الخاص في الفن. فالفن رسالة جميل يعني. انت شاركت في معارض كتيرة بقى، قول لي فين بقى؟ انا شاركت من سنة 8 ومن سنة 89. عمرك قد ايه لما ابتديت؟ يعني شوفي بقى انا مش متذكر يعني، لو حسبناها من سنة 89 وانا بشارك في العمل. 37 سنة بتشارك في معارض فنية. من القصور الثقافة طبعا. انا من ابناء قصور الثقافة اللي هم يعني طلعوا ونحتوا في الصخر عشان يوصلوا لحاجة زي كده، وان يتعرض اعمالهم جنب اساتذتهم. الحمد لله ده انا وصلت لده، وانا فخور جدا 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 ان انا مع اساتذتي. يعني انا بقالي كام سنه بتواصل معاهم واعمالي بتبقى في وسطها. فخور جدا ان يعني ان انا شفتهم يعني لان انا 18 سنه. احساس في ثراء وغنى انه انت موجود مع فنانين كانوا فيهم اساتذتك او كانوا قدوه بالنسبه لك، وبتعرضوا مع بعض في نفس المعرض. هم ما بيحسكوش ان هم اساتذه، هم عندهم الجانب الانساني قوي جدا. يعني جو تحس ان عائلي. الفنانين لما بيتجمعوا في ملتقى زي كده بتحس ان هم عائله واحده، مفيش واحد احسن من التاني. لا، الكبير بيساعد الصغير والصغير بيحاول جو يعني راقي على كل المستويات في التعامل مع الفنانين. ده حقيقي في مجالنا، لان مجالنا ده احنا بنمثل الذوق العام. المفروض ان احنا نرتقي، خلي بالك، لان ففي سمو وارتقاء في العلاقه. طيب كلمنا في النهايه عن اللوحه اللي انت بتعتبرها يعني المفضله عندك، او كل واحد يقول لك دي اللوحه دي هي ابني البكر، هي بالنسبه لي اغلى حاجه. يعني عندك لوحه كده؟ عندي بنتي ريماس رسمتها وهي واقفه على شباك الاحلام وهي صغيره. هي اولى اعدادي حاليا، بس انا رسمها وهي عمري 5 سنوات تقريبا او 6 سنوات، وهي واقفه على الشباك ده. انا كنت مسميه شباك الاحلام، ان هي بتبص بقى تشوف هي بقى عايزه وحتى تحت رجليها السحب. يعني هي اللوحه معبره طبعا، واقعيه سيرياليزم، يعني فيها حلم شويه. فاللوحه دي انا بحبها قوي. وفي لوحه تانية بقى عني انا، يعني انا راسم نفسي في اللوحه وانا برسم طبيعه راسم نفسك وانت بترسم. فانا يعني دي هويتك، عبرت عن هويتك في اللوحه. يعني انا بحب اللوحه دي لاني انا شايف، انا كنت برسم طيور مع شجر، فانا شايف ان الحياه ان انا اشوف فيها الحلو، بس انا ماليش دعوه بالجانب الوحش. يعني الله عز وجل خلق سما جميله ابص عليها اقول سبحان الله، اشوف شجره اشوف كذا. بتختار ماذا ترى يعني، بيبقى سيلكتيف يعني، ما اقعدش طول الوقت ابص على صندوق الزباله. يعني احنا الله عز وجل خلق لنا كل ده جميل، ليه انت تبص على الجانب اللي هو؟ فنختار الجمال. احنا بنشكرك جدا فنان احمد رمزي، كنت معانا، شكرا جدا جدا، شكرا. I've come from tomorrow, carrying thousands of years of civilization behind me, and before me,
a future that's brilliantly lit. أنا اتعلمت من أجدادي إن القوة مش في السلاح، القوة في فكرة تعيش. كل حرب بتسرق عمر، وكل سلام بيخلق حياة وبنى وعمار. من طيبة لمنف ولحد العاصمة الجديدة، جدودنا علمونا إن اللي يبني ويعلم دايما سابق الزمن. فاتحين أبوابنا لكل الثقافات، محتضنين لكل الديانات، لأننا زي أجدادنا بنؤمن إن سلامنا النهاردة هو حضارتنا بكرة. Our peace today is our civilization tomorrow.
Every painting tells a story. Every sculpture is an inspiration. In gallery around the world, we take you on a magical visual journey where spirit and creativity come to life.